طلبة تالتة إعدادي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مستر مصطفى حسني، مدرس مادة الدراسات الاجتماعية. إن شاء الله في الفيديو ده هنعمل مراجعة جميلة جدا على أهم الأسئلة اللي موجودة في درس مصر والقضية الفلسطينية. لو لسه ما شفتش شرح الفيديو هتلاقيني حاطط اللينك أو الرابط بتاع الفيديو في الوصف تحت الفيديو. شوف الشرح الأول عشان تفهم الدرس بشكل كويس، وبعد كده تعالى تابعني في حل الأسئلة في الفيديو ده. يلا بينا مع بعض نبتدي ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لي هنا: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. رقم واحد نقرأ مع بعض: أصبحت فلسطين محط أطماع إنجلترا قبل الحرب العالمية الأولى، ولا أثناء الحرب العالمية الأولى، ولا بعد الحرب العالمية الأولى، ولا بعد الحرب العالمية التانية؟ نفسر السؤال ونحلله بشكل كويس. بيقول هنا فلسطين أصبحت محط أطماع إنجلترا، يعني إمتى فلسطين انجلترا حطت عينيها عليها؟ انجلترا حطت عينيها على فلسطين. الكلام ده كان امتى؟ 1917 لما تم اصدار وعد بلفور. طب 1917 ده كانت الحرب العالمية الاولى ابتدت ولا خلصت؟ كانت تقريبا لسه ما خلصتش، لان الحرب العالمية الاولى خلصت 1918. فما ينفعش نقول قبل او بعد الحرب العالمية الاولى. بما ان احنا بنتكلم في 1917 فهنختار مع بعض أثناء الحرب العالمية الأولى. بعد كده السؤال رقم 2: خرجت قرارات فرض الانتداب البريطاني على فلسطين من دولة ايه؟ طبعا احنا قلنا ان مؤتمر سان ريمو كان في ايطاليا، فكانت قرارات فرض الانتداب البريطاني على فلسطين من دولة ايطاليا. بعد كده السؤال رقم 3: ظهر انحياز هيئة الأمم المتحدة لليهود من خلال إصدار قرار تقسيم فلسطين، ولا فرض نظام الانتداب، ولا إصدار وعد بلفور، ولا إعلان قيام إسرائيل؟ تعالى برضو نحلل الجملة بشكل مفصل. هنا بيقول: امتى الوقت اللي هيئة الأمم المتحدة انحازت لليهود؟ هل من خلال فرض نظام الانتداب؟ لا، ده الانتداب ده فرضته عصبة الأمم، وهنا بيقول لي هيئة الأمم فهنستبعد الخيار ده. طب هل إصدار وعد بلفور؟ لا، ملهاش علاقة خالص، بلفور هو اللي أصدر الوعد سنة 1917. طب إعلان قيام إسرائيل؟ لا، ده قيام إسرائيل ده كان سنة 48، يعني بعد قرار إيه؟ بعد قرار التقسيم أصلا. فالإجابة هنا مع بعض هنقول إصدار قرار تقسيم فلسطين. بعد كده هنروح على السؤال رقم 4: الجهة التي أصدرت قرار بوقف إطلاق النار وإقامة الهدنة أثناء حرب فلسطين 1948 هي عصبة الأمم، ولا الأمم المتحدة، ولا الولايات المتحدة الأمريكية، ولا الدول العربية؟ طبعا الجهة اللي قامت بوقف إطلاق النار أثناء 48 طبعا ده كان مجلس الأمن. طب واحد يجي يقول لي: طب مجلس الأمن مش موجود هنا يا مستر في الاختيارات. ما هو مجلس الأمن تابع للأمم المتحدة، فعشان كده اخترنا الأمم المتحدة. احنا بنحل الأسئلة وبنشوف الاختيارات وبنحلل السؤال عشان نفهم احنا جبنا الإجابة منين. بعد كده السؤال رقم 5: أرادت مصر الضغط على إسرائيل بعد حشدها لقواتها على الحدود السورية عن طريق إيه؟ هل الحصار الاقتصادي، ولا تدمير إيلات، قصف خط بارليف، ولا رفض مبادرة روجرز؟ طبعا مصر لما حبت إن هي تضغط على إسرائيل أثناء طبعا فترة 1967، بعد طبعا ما حشدت قواتها على الحدود السورية، الكلام ده طبعا عن طريق ايه؟ عن طريق الحصار الاقتصادي ساعة لما اغلقت خليج العقبة امام الملاحة الاسرائيلية. فطبعا ده حصار اقتصادي. بعد كده هنروح على السؤال التاني. هنا هنخش في فقرة أكمل العبارات الآتية بما يناسبها مما بين القوسين. هنقرأ مع بعض السؤال رقم 1: قامت ثورة 1936 بفلسطين بقيادة إيه؟ طبعا بقيادة اللجنة العربية. بعد كده السؤال رقم 2: بعد قرار تقسيم فلسطين 1947 قام اليهود بارتكاب مذبحة، طبعا اسمها مذبحة ايه؟ مذبحة دير ياسين. بعد كده رقم 3: أعلنت مصر وقوفها إلى جانب سوريا تطبيقا لاتفاقية. طبعا مصر وسوريا في الفترة دي كان في بينهم اتفاقية اسمها اتفاقية يا ولاد؟ اتفاقية الدفاع المشترك. بعد كده هندخل على رقم 4: تمكنت البحرية المصرية من تدمير المدمرة الإسرائيلية نقط في أكتوبر 1967. من شوية طبعا قلناها اللي هي المدمرة الإسرائيلية إيلات. بعد كده السؤال رقم 5: أثناء حرب الاستنزاف
قدم وزير الخارجية الأمريكي نقط مبادرة لوقف إطلاق النار. وزير الخارجية الأمريكي في الفترة دي طبعا كان اسمه روجرز، فالإجابة هتبقى روجرز. بعد كده بقى هنخش على الفقرة الثالثة، السؤال الثالث، فقرة اكتب المصطلح التاريخي لكل عبارة من العبارات الآتية. رقم واحد، تصريح بريطاني يتضمن إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. طبعا التصريح ده يقصد بيه اللي هو وعد بلفور. بعد كده السؤال رقم اتنين، مؤتمر قرر وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. طبعا هذا المؤتمر كان اسمه مؤتمر، قلنا من شوية، اللي هو مؤتمر سان ريمو اللي اتعمل في إيطاليا سنة 1920. بعد كده السؤال رقم 3، المرحلة الأولى من إعادة بناء القوات المسلحة بعد هزيمة 5 يونيو 1967. المرحلة الأولى في الفترة دي طبعا اسمها مرحلة الصمود والتصدي، ونخلي بالنا من السؤال ده عشان مهم جدا جدا، لأن جاي قبل كده في امتحانات سابقة اسمها المرحلة الأولى مرحلة الصمود والتصدي. بعد كده السؤال رقم 4، معركة انتصرت فيها القوات المصرية على القوات الإسرائيلية عند مدينة بور فؤاد. طبعا المعركة دي يا ولاد اسمها معركة رأس العش. بعد كده هندخل على فقرة جديدة، فقرة السؤال الرابع اللي هو بما تفسر. نقرأ مع بعض رقم واحد. بما تفسر اذكر السبب التفوق العسكري الإسرائيلي على القوات العربية في حرب فلسطين 1948 بعد عقد الهدنة. يعني معنى السؤال بيقولك ليه إسرائيل هزمت القوات العربية في حرب فلسطين 48 بعد ما تعاقدت الهدنة. الإجابة النموذجية لأن اليهود طبعا لم يلتزموا بالهدنة وقاموا بتقوية قوتهم من حيث التسليح والتدريب. بعد كده السؤال رقم 2، حشد لإسرائيل حشدت قوتها على الحدود مع سوريا سنة 1967. طبعا احنا قلنا ان اسرائيل واحنا بنشرح الدرس كانت عايزة تستدرج الدول العربية في حرب غير مستعدة ليها، فطبعا رخمت على سوريا فراحت حشدت قوتها على الحدود بينها وبين سوريا. فالإجابة النموذجية لاستدراج الدول العربية ومصر في حرب غير مستعدة لها. بعد كده السؤال رقم 3، ليه مصر أغلقت خليج العقبة أمام الملاحة الإسرائيلية في عام 1967؟ الإجابة عشان طبعا تحاصرها اقتصاديا وتمنع السفن الإسرائيلية إن هي طبعا تأدي دورها في التجارة في الملاحة، يبقى لإحكام الحصار الاقتصادي الذي فرضه العرب على إسرائيل. بعد كده السؤال رقم 4، ليه اتهزمت الدول العربية في 5 يونيو 67 اللي هي النكسة؟ احنا ليه اتهزمنا في حرب عدوان 5 يونيو 67؟ لأسباب طبعا كتيرة، بسبب التفوق العسكري الإسرائيلي، خاصة طبعا السلاح الجوي، واستخدام إسرائيل عنصر المفاجأة في ضرب المطارات المصرية، ومساندة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية لإسرائيل. كمان عندنا نقص التدريبات وعدم توافر الأسلحة المتطورة للقوات المصرية. بعد كده سؤال رقم 5، ليه فشل العدوان الثلاثي على مصر؟ مش بقولك ليه قام أصلا العدوان، لا أنا بقولك ليه فشل العدوان الثلاثي على مصر. فشل طبعا العدوان الثلاثي بسبب المقاومة الباسلة من الجيش والشعب، وصلابة القيادة، وقوف الشعوب العربية إلى جانب مصر، تهديد الاتحاد السوفيتي سابقا بالتدخل لوقف العدوان، وكمان رفض الولايات المتحدة الأمريكية استخدام القوة في حل النزاعات، وتنديد الأمم المتحدة بالعدوان. بعد كده السؤال رقم 6، بما تفسر تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لمبادرة روجرز؟ ليه روجرز وزير خارجية أمريكا قدم المبادرة وعرفت باسمه لوقف إطلاق النار؟ دي الإجابة لوقف إطلاق النار تمهيدا لحل النزاع سلميا، ووقف حرب الاستنزاف بين الطرفين. بعد كده هنخش على فقرة جديدة، السؤال الخامس اللي هي فقرة ما النتائج المترتبة على. نقرأ السؤال رقم 1، ايه اللي ترتب على وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني؟ لما فلسطين اتحطت تحت الانتداب البريطاني ادى ذلك الى السماح بهجرة اعداد كبيرة من اليهود من جميع انحاء العالم الى فلسطين. السماح كمان بانتقال ملكية الاراضي من عرب فلسطين طبعا عن طريق الشراء الى عن طريق البيع والشراء الى اليهود. بعد كده السؤال رقم 2،
إيه النتائج المترتبة على عرض بريطانيا قضية فلسطين على الأمم المتحدة أو هيئة الأمم المتحدة سنة 1947؟ طبعا بريطانيا لما عرضت القضية على الأمم المتحدة، فطبعا الأمم المتحدة راحت مقسمة فلسطين، فأدى ذلك إلى تقسيم فلسطين إلى 3 أقسام: دولة عربية، دولة خاصة بالعرب اللي هم الفلسطينيين، دولة يهودية خاصة باليهود الصهاينة، ومنطقة دولية اللي هي القدس وتحت إشراف دولي أو تحت إدارة دولية. بعد كده السؤال رقم 3: إيه النتائج المترتبة على تطبيق الهدنة لحرب فلسطين 48؟ إيه اللي حصل لما الهدنة اللي هي الشهر اتطبقت في حرب فلسطين 48؟ طبعا اليهود ما التزموش بالهدنة، عدم التزام اليهود بالهدنة، حيث قاموا بتقوية قواتهم، قلنا من شوية، من حيث العدد والتسليح والتدريب. ثم بعد ذلك استؤنف القتال وظهر تفوق اليهود على جميع جبهات القتال، مما أدى إلى هزيمة القوات العربية. بعد كده هندخل على رقم 4: النتائج المترتبة على فشل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. برضو نخلي بالنا من رؤوس الأسئلة، أنا ما بقولش ليه فشل العدوان، أنا بقولك إيه اللي حصل لما فشل العدوان الثلاثي على مصر. طبعا انسحبت القوات الإنجليزية والفرنسية من بورسعيد، والكلام ده كان في ديسمبر 56. ثم انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة وسيناء سنة 57، وطبعا وضع قوات طوارئ دولية على الحدود بيننا وبين إسرائيل 57، وإدراك الدول العربية من الخطر الإسرائيلي وأطماعه في السيطرة على العالم العربي، فقامت وحدة بين مصر وسوريا سنة 58، وانفصلنا طبعا بعد 3 سنين سنة 1961. بعد كده السؤال الخامس: ما النتائج المترتبة على معركة رأس العش؟ طبعا القوات المصرية هزمت القوات الإسرائيلية طبعا عندما حاولت احتلال مدينة بور فؤاد. بعد كده سؤال رقم 6، السؤال ده جميل جدا: ايه النتائج المترتبة على بناء مصر حائط صواريخ على الضفة الغربية لقناة السويس أثناء حرب الاستنزاف؟ أدى ذلك إلى منع اختراق الطائرات الإسرائيلية للأجواء المصرية. بعد كده بقى هندخل على فقرة جديدة، السؤال السادس اللي هي فقرة ما العلاقة. أسئلة ما العلاقة مهمة جدا، في ناس كتيرة ما بتفهمهاش، نفهم مع بعض هو عايز مننا ايه. رقم 1: ايه العلاقة ما بين نتائج الحرب الأولى العالمية الأولى والوضع السياسي في فلسطين؟ طبعا الحرب العالمية الأولى لما خلصت 1918، دول الحلفاء طبعا لما كسبت في الحرب، من نتائجها طبعا عصبة الأمم المتحدة حطت طبعا فلسطين تحت الانتداب البريطاني، يبقى أدى إلى انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى إلى وضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني. بعد كده السؤال رقم 2: إيه العلاقة ما بين الموقف الدولي وما بين نتائج العدوان الثلاثي على مصر 1956، حيث قامت الاتحاد السوفيتي، لأن اللي عملته ده كان موقف دولي لأنها طبعا خارج يعني الأطراف اللي كانت في العدوان الثلاثي، فقامت الاتحاد السوفيتي بالتهديد لوقف العدوان، مما أدى طبعا إلى فشل العدوان الثلاثي على مصر. يعني لو ما كانتش روسيا أو الاتحاد السوفيتي اتدخلت، الموقف الدولي اللي عملته يعني ما كانش طبعا إيه فشل العدوان الثلاثي على مصر. كده نكون عملنا مراجعة جميلة جدا على أهم الأسئلة اللي موجودة في درس مصر والقضية الفلسطينية. لو لسه جديد ومتابعني في القناة، سواء شفت شرح دروس أو شفت مراجعات، اعمل شير مع أصحابك عشان الفيديوهات دي توصل لأكبر عدد من طلبة تالتة إعدادي. وإن شاء الله في الفترة الجاية هنعمل مراجعات جميلة جدا على كل دروس تالتة إعدادي وكمان أولى وتانية إعدادي. اعمل شير مع أصحابك، ما تنساش تعمل لايك، وإن شاء الله استنوني في الفيديوهات اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.